ازيكم يا شباب، عاملين ايه النهارده؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد واخبار جديده. انا محمد كمال ودي قناتي ويلا بينا. النهارده هنتكلم في موضوعين بس مش كتير، يعني خبرين معانا حابب نتناقش مع بعض فيهم واديك اخر التفاصيل واخر الاخبار فيها. اول موضوع معانا وهو كولر ورضا سليم. انت الفتره اللي فاتت كنت تشوف رضا سليم غضبان زعلان، ما بيشاركش، بيشارك في اخر الدقايق، اخر دقيقتين ثلاثه من كل ماتش، فهو كان متضايق على طول على طول على طول، والكلام ده ما عجبش مارسيل كولر. كولر اتضايق من رضا سليم، وان هو بيتضايق ان هو ما بيشاركش، وان هو ممكن يسبب مشكله في الفرقه بسبب اللي بيعمله. تمام، لان كل لعيب بقى هيقعد يتقمص ان هو ما بيلعبش، فايه هتبقى في مشكله كبيره في النادي. فعمنا كولر ادى الضوء الاخضر لاداره النادي الاهلي ان هي تطلع رضا سليم على سبيل الاعاره لاي نادي. طب ليه الكلام ده يا عم كولر؟ عشان ان هو بيفتعل ازمات. تاني حاجة ان انا عايز بديل اجنبي قوي يساعدني او يدعمني عشان انا داخل على بطولة كاس العالم. وقال كمان كولر ان رضا سليم الاسلوب بتاعه مش بيناسب كولر اسلوب رضا سليم مش مناسب مع كولر. زائد ان هو مش بيتعب في التدريبات زي طاهر وحسين المتألقين حاليا وماشيين كويس، وطلب منه ان هو يجتهد اكتر ويعافر اكتر عشان يحجز له مكان زي الجناحات اللي شغاله حاليا او اللي بتلعب حاليا. فبالتالي الاقرب الان لرضا سليم ان هو يطلع على سبيل الإعارة لأي نادي خارجي خارج النادي الأهلي، ممكن يكون مصري وممكن يكون خليجي، ده اللي احنا هنشوفه الفترة الجاية. ولكن كولر خلاص ادى الدور الاخضر لاداره النادي ان هي تمشي رضا سليم، لان هو مش مناسب في الاسلوب، بيفتعل ازمات بسبب عدم المشاركه. وبالتالي كولر عايز يدعم ببديل قوي اقوى من رضا سليم في اي مكان، ممكن يكون في نص الملعب، هيبقى افضل بكتير. ده بالنسبه لاول خبر معانا. انا قلت لك الاخبار هتجري ما فيهاش اي كلام. ده بالنسبه لفكره كولر ورضا سليم، واللي جاي ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي. الخبر التاني معانا والجزيري والزمالك. الجزيري والزمالك طلع على الاخبار الفتره اللي فاتت او شائعات الفتره اللي فاتت ان الجزيري خلاص هيرحل، الجزيري هيمشي من الزمالك، ده بسبب ان هو سافر ايطاليا وهكذا، ويقولوا ان هو هرب من المباراه. هحكي لك القصه. جوميز متضايق من الجزيري بسبب تراجع مستواه، فقرر ان هو يستبعده من ماتش سموحه. حلو الكلام، حلو الكلام. ففجاه وساعه الماتش اللي هو بتاع الزمالك وسموحه، الجزيري سافر ايطاليا بنفس اليوم. ده عمل أزمة ما بينه وما بين مين؟ جوميز، وليس الزمالك. أزمة ما بين الجزيري وجوميز وليس الزمالك. ركز في اللي أنا بقوله. ليه؟ لأن أصلا الزمالك مخلص مع اللاعب، بمعنى الجزيري عقده هينتهي مع الزمالك الموسم ده، فبالتالي في يناير هيبقى فري ويقدر يمضي في أي نادي. حلو كلام، حلو الكلام. الزمالك على لسانه وكيل اللاعب أو محامي اللاعب أنيس بن ميم قال لك ايه؟ قال لك ان الزمالك مخلص كل حاجه مع الجزيري ومخلص العقد، ان هو هياخد في الموسم الاول 600 الف دولار والموسم الثاني 650 الف دولار. ده بالنسبه لزياده عقده عن الموسم اللي هو بياخده حاليا اللي هو 500 الف دولار، فده حاجه كويسه، هو متفق مع النادي. لكن فاضل اللي هو بعض الاوراق واللجوء للاتحاد الكره المصري وتسجيل العقود. خلاص هو فاضل بس انه يسجل الاوراق رسميا، والجزيري خلاص هيبقى تم التجديد له مع ايه؟ الزمالك. هل الجزيري ليه مش في مشكله مع اداره الزمالك؟ لا. هل الجزيري عايز الزمالك؟ هل الجزيري مايل خلاص؟ هو وبقى بلغ وكيله ان هو عايز يفضل في الزمالك. الزمالك بيته. تمام. فهو عندك اللي هو الزمالك هيتفاوض خلاص عشان يظبط اخر، يحط الرتوش الاخيره، وده مع وكيله حازم فتوح. طب انيس بن ميم وظيفته ايه؟ هو محامي الجزيري، يعني هو بيستغل او بيشتغل في الاوراق القانونيه الخاصه بالجزيري. اما حازم فتوح هو ايه؟ الخاص بالعقود بتاعه اللاعب وهكذا. تمام. لكن الجزيري باقي في نادي الزمالك، الجزيري سيجدد مع نادي الزمالك، مفيش مجال للرحيل. الجزيري ما رفعش اي قضيه او اي حاجه من دي، وده اللي احنا هنشوفه الفتره الجايه. ولكن الاخبار حتى الان ان الجزيري خلاص بيجدد، الجزيري باقي، ولكن المشكله الحادثه ما بين الجزيري وجوميز وليس اداره الزمالك، لان الجزيري خلاص موقع عقد ان هو هيكمل مع الزمالك وهيجدد لمده موسمين باذن الله. ده بالنسبه للجزيري والاخبار اللي طالعه عنه شائعات، وان شاء الله خير في اللي جاي. تمام. طبعا الجزيري الفتره اللي فاتت ما كانش في مستواه، وجوميز من نوع المدربين اللي هو بيحب اللعيب يبقى فت مجتهد وعلى طول بيكون عنده استمراريه. تمام. فهو ناصر مانس عشان كويس الفتره دي هو اللي بيلعب، وهكذا الجزيري هيبقى كويس هيلعب وهكذا. تمام. لكن الجزيري حتى الان لم يرحل عن نادي الزمالك ولم يرفع اي قضيه، ومجدد مع نادي الزمالك على حسب كلام وكيله والمحامين امس. فاضل بس الرتوش الاخيره. تمام.
ده بالنسبة للخبر التاني معانا، وده فيديو النهاردة. شفت فيديو سريع وسهل وخبرين لذاذ ومناقشة سريعة، فالدنيا ان شاء الله تعجبك. اتمنى منكم الدعم عشان الفيديوهين اللي فاتوا ما كانش عليهم دعم. اتمنى تخش قناتي كده تلقي نظرة على الفيديوهات وتتفرج، وان شاء الله تعجبك باذن الله. واتمنى شير ولايك واعجاب بالقناة، والسلام عليكم.